بصي بقى. الاكله ديت نعمه ربنا، ما تستغربيش. مستغربه ليه؟ ده ايه ده؟ ايه اللي ايه ده؟ اكل دقه. ناكل ملح ليه؟ ما انا هقول لك هتاكلي ملح ليه. ماشي. ايه يا محمد؟ يا سلامتك. الله يسلمك. بتاكل؟ اكل حلو. عاجبك صح؟ لا انا اجيب لك حاجه احلى بقى. خير. ما هو احلى من الاكل ده. جايب لي حلي بقى. ايه؟ احلي؟ ده انا هخليكي تحلي. يا ده انا هخليكي تبصي تنبهري كده بالحاجه اللي هتطلع ديت. انا جايب لك بقى احلى اكله. خير. احلى اكله. هنعمل دي كده وهناخد ده كده. ما هو في حاجه احلى. بصي بقى. الاكله ديت نعمه ربنا، ما تستغربيش. مستغربه ليه؟ ده ايه ده؟ ايه اللي ايه ده؟ اكل دقه. ناكل ملح ليه؟ ما انا هقول لك هتاكلي ملح ليه. لان ديت نعمه ربنا صح. صح. والشبعان طول عمره شبعان. ده معروفه يعني. فدي نعمه. نحمد ربنا. خير. اللي انت ايه عملتي ايه؟ عملت ايه يعني؟ افهمك. ايه مامي ست الحبايب. يا حبيبتي عامله ايه يا امي؟ اخبارك ايه؟ ايه صحتك عامله ايه؟ عايزه تقولي ايه؟ في ايه؟ ايه؟ امتى الكلام ده؟ حطيت لك ملح وكمون وكان عندها فراخ. ماشي يا امي. لا ولا كأنك بصي ولا كأني نعرف اي حاجه. ولا كأني نعرف اي حاجه. وانا هتصرف. انا هنزل الشغل دلوقتي وانا هتصرف. ماشي يا امي. انا لا والله يا محمد. هي قلت انا مش دي نعمة ربنا إيه؟ برضو. إيه يعني امي انت تحط لها دقه وانت تشيل الفراخ ودلوقتي تقولي لي مش عاجبك؟ واما امي كانت موجوده وجايه لك قاعده 4 ايام ولا اسبوع وتحط لها دقه وتشيل الفراخ في الفرن، ده معناه ايه؟ ما هو موجود اهو. موجود اهو الاكل اهو. خيري ده خيري. ده حلو ليكي؟ حلو ليكي صح؟ والله يا محمد انا ما مش قصدي ان انا احط لها ده او ده. ف هي قالت لك يعني ولا ايه؟ انا عارفه والله انه ده خيرك ودي امك برضو. انا مش قصدي والله يا محمد. مش عارفه اقول لك ايه. انا مش عارف جبت منين الجبروت ده ودلوقتي جاي تعترف بغلطتك. مش فاهم في ايه. طب وليه تعملي كده؟ لو بدلنا الاماكن بقى وامك هي اللي انا عملت معاها كده، انت رد فعلك هيكون ايه؟ هتقول عليا واطي، هتقول عليا جشع، وهتقول عليا مسميات لا تخطر على بال الجميع. حب الخير لغيرك، حب الخير للناس، حب حالك عشان تحب الناس. اهم حاجه النيه. ده انا يا ست بقول لك امانه في رقبتك، خلي بالك، اديها العلاج وقفي جنبها. مشيت راحت جات. عرفت دلوقتي اللي الله حق. ما هو اللي زيك انا ما ينفعش اعاتبه. انا خلصت كلامي. عامه شكلك كده هتشرفك بيت امك لحد ما تفهمي في الاصول. ما عنديش حل تاني. يلا
يلا لمي شنطتك، اتكلي على الله، ولا اقول لك خليكي زي ما انت، عشان امك حتى تفهم الموضوع على طول. عشان ايه؟ تقعدي بقى وتدي معاها وقول لها انا عملت كده في حماتي، شوفي هتقول لك ايه. بس يا يلا محمد انا غلطانه. يلا يلا يلا، لا لا مش عايز مبررات انا، يلا 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 يلا، قومي قومي، امشي امشي. طب يا محمد افهم ولا بس. محمد ولا يلا يلا. امك تعرف تربيكي ساعتها هرجعك، خليها بقى تعلمك الاصول، اتكلي على الله. يلا